انا فكرت كتير قبل ما اعمل الفيديو ده، ولو انت كنت مستني ان انا يبقى فيه فلوج النهارده وكنت عايز تتفرج عليه يعني، وانت انا بابريشيت وبجد بقدر ان انت مستني ان انا انزل فيديو عشان انت تشوفه. وانا مش قصدي ان انا اخذلكم النهارده، بس انا فعلا فكرت كتير جدا 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 قبل ما اعمل الفيديو. لو انت بقى مبسوط ان انا ما عملتش فلوج، او مبسوط ان انت او انت مش مستني مني حاجه، فاهم؟ برضو شكرا انك عشان انت كده برضو بتتفرج. بس انا هقول لكم بقى حاجه، الفيديو اللي انا عايزه او اللي انا عايزه اقول لكم هو فيه النهارده، او حاجه انا مش عارفه ممكن يكون انتوا ما كنتوش واخدين بالكم منها، هي ان انا مش كامله ومفيش حد كامل. وانت يلا بتنتقد فانت مش كامل، ومفيش اي بني ادم في الدنيا كامل. الكمال لله وحده، واحنا مش مطالب مننا خالص ان احنا نكون كاملين. احنا المطالب مننا السعي نحو الكمال. انت بتسعى وبتحاول وبتعمل على قد ما تقدر عشان انك تكون كامل. الاء لخصي علينا ليه المقدمه دي كلها. المقدمه دي كلها عشان انا كنت عايزه لما نزلت الرمضان اللي هو كان نزل يوم الخميس بالليل، لما كان بتاع اخر يوم انا خلصت فيه، ناس كتيره جدا الحمد لله عجبها واتبسطوا، وحسيت ان هم فرحولي وحسوا بفرحتي. وناس بقى كل حاجه ومسكت في كذا نقطه دي، وانا بقى جايه في الفيديو ده عشان ارد على كام كومنت اتقالوا لي. مبدئيا كده، اللي جت تقول لي واللي جاي يقول لي انت بتصلي ببنطلون، انا هسالك سؤال، هو انا وريتك وانا بصلي كنت عامله ازاي؟ انت شفت لما انا كنت بصلي انا كنت عامله ازاي؟ مش قصدي اتعصب، بس انت شفتني انا صورت لك كده وانا بصلي؟ هو انا مجرد عشان انا قلت لكم انا قايمه اصلي؟ على فكره انا ممكن اكون قلت لكم انا قايمه اصلي وانتوا ما تعرفوش انا ممكن اكون عملت ايه او كان معايا ايه. ده مبدئيا. تاني حاجه، انتقادكم ان انا بلبس بنطلون او بعمل اي حاجه، انت ما تعرفش ان انا من جوايا ممكن يكون في صراع نفسي بعمل ازاي. وعلى فكره انا لما عملت اول فيديو خالص اللي هو كان المقدمه بتاعه الرمضان، وقلت لكم ان انا هحاول ان انا اساعد البنات ان هم يحسنوا من لبسهم، كان في تحدي انا كان نفسي اعمله معاكم، بس انتوا حسستوني ان انتوا قفلتوني، عشان كده انا النهارده ما قدرتش ان انا اعمل اي فيديو. كان نفسي ان انا هبدا مع بعض. انا بلبس بنطلونات ومش قصدي ان انا اجهر بمعصيه، بس عشان ما بقاش اللي هو بقول لكم حاجه وبعمل عكسها. انا عمري ما قلت لواحده قومي البسي وقومي اعملي، بس انا اللي كان نفسي اعمله ان احنا هنبدا مع بعض واحده واحده. انت بتلبسي بنطلون وبتلبسي حاجه قصيره، خلاص هنبدا ان احنا نطول الحاجه في اول اسبوع في رمضان، بعد كده نبدا نوسع البنطلون، بعد كده وهنمشيها ورا ستيب ورا ستيب ورا ستيب. مش عشان انت وصلت الخطوه احسن مني او بقيتي احسن مني في نقطه معينه فده معناه ان انت من حقك انك تيجي وتنتقديني وتقومي تقولي عليا كلمه، او ان انت تقومي تقولي او تقللي من اللي انا بعمله. انت ما تعرفيش انا ايه اللي بفكر فيه من جوايا. فدي مبدئيا اول نقطه. تاني نقطه، صليت ببنطلون، صليت بجيبه، صليت من غير طرحه، دي حاجه بقى ما بيني وما بين ربنا. انتوا ليكوا اللي انا بقول لكم ان انا ليه اصلا بقول لكم ان انا بصلي؟ انا بقول لكم ان انا قايمه اصلي عشان يمكن حد دي هتجت حد ان هو يجت انسبايرد، او ان هو يتشجع ان هو قاعد في وسط صحابه يقوم يفتكر الاء، فيقوم يفتكر ان الاء كانت في وسط صحابها قامت تصلي، فيقوم هو كمان يجي على نفسه ويقوم يصلي. مش قصدي ان هو يعني انا مش بعمل حاجه فظيعه، وانا مش داعيه اسلاميه جايه اقول لكم اعملوا وما تعملوش. تاني حاجه بقى، وهي اللي جالي انتقاد كتيره جدا عليها، ايه الاختلاط اللي انتوا فيه ده؟ نعم، ما انا مش هكومنت غير بكده. انا نو كومنت فعلا. انا مش هقدر ارد عليكم عشان انتوا مش بتبقوا عارفين ايه اللي في نفسيه كل بني ادم، وانتوا مش عارفين ايه اللي حصل. مبدئيا احنا جروب كبير في الجامعه، احنا ده الجروب بتاعنا في الجامعه اللي هو احنا الدفعه متقسمين لكذا جروبس. الجروب كله كان خارج مع بعضه وخارجين عشان اخر يوم. ما بقولش ان هو صح وما بقولش ان انا بعمل كل حاجه صح، وعلى فكره انا I never يعني انا عمري ما ادعيت ان انا I'm perfect وان انا بعمل كل حاجه صح، او ان انا ملاك انزل من السماء فانتوا اكسبكت ان انتوا ممكن تلاقوا مني غلطات. يعني ده طبيعي. انا مش عارفه اقول لكم ايه والله العظيم. يعني انا حتى لو بعمل حاجه غلط، انت اظن ان انت بني ادم واعي وفاهم كويس جدا، انت المفروض تاخد ايه من الاء وما تاخدش ايه من الاء. انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه. انا مش ملاك، انا مش بعمل كل حاجه صح، انا في غلطات، انا عندي بلاوي، انا عندي مصايب، بس هو ستر ربنا. وانتي عندكم مصايب، وممكن تكون مصايبكم اوحش بكتير بس ممكن تكون مش ظاهره. انا مش عشان انا اخترت ان انا اشارك حياتي معاكم يبقى انتوا هتسيبوا الحاجات الكويسه اللي انا بقدمها لكم وتقوموا تمسكوا في الوحش. ولو انت مش عاجبك بقى حياتي ومش عاجبك اللايف ستايل بتاعي،
فيكان ان انت ممكن ما تتفرجش على الفيديوهات اصلا، وممكن ما تدوسش سبسكرايب من اصله. انا مش يعني انا فعلا مش عارفه اقول لكم ايه. انا مش قصدي بجد ان انا اتعصب، وانا عارفه ان في ناس كتيره جدا بيشجعوني، وفي ناس كتير كويسين معايا، بس انتوا الموضوع ده فيه حاجات كتيره وليه يعني نواحي كتيره جدا. مبدئيا طريقه النصيحه ما بتبقاش بالشكل ده. فلو انت جاي ان انت عشان تقولي ان احنا بنؤمر بالمعروف وبننهى عن المنكر، فدي مش طريقه نصيحه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، مش باسلوبكم ده. فلو انت فعلا بتحبني وعايز تقوم تديني نصيحه، هتديهاني بشكل احسن. فاللي انا شفته ان ده كان مجرد انتقاد من اجل الانتقاد، او انتقاد بشكل غلط. ان انتوا هتلاقوا حاجات في حياتي غلط كتير. فلوج فيديو بلوجينج، مدونة، بدون كل حاجة بتحصل في يومي. يعني فاكسبكت ان انتوا ممكن تلاقوا فيها حاجات ممكن ما تعجبكش، حاجات ممكن ما تتماشاش مع مبادئك. مفيش حد كامل، وانت مش كامل، وانتي مش كاملة. انت وانتي اللي عملتولي كومنتات انتوا مش كاملين، وانتوا فيكوا بلاوي، بس هو ستر ربنا، وادعوا ربنا انه هيفضل ستركوا. لو انت عايز تنصحني ممكن تيجي تنصحني في فيسبوك على برايفت شات مع بعض. لو انت انا خلاص انا مش عارفه اقول ايه، مش عارفه، معلش انا اسفه. ويعني ان شاء الله اشوفكم بكره على طول. باي باي. انا اسفه لو ده is not the positive video for you. انا اسفه.